191 وصل الشرطة اتصال من ميشين اللي هي الأم. رد عليه أخوان مركز الشرطة وقالت لهم، قالت كنت أنا وطفلي تيمي في كرنفال يا أخوان معناه عرض أو احتفال. وبعدها اختفى تيمي فجأة، وقالت إنها اختفى الساعة 7:30 في الليل يوم حطتها وراها عشان تاخذ صودا. برضو صودا يا أخوان إيش معناها؟ لأن أنا ما قد طلعت برا السعودية. فرحت الشرطة يا أخوان الاحتفال اللي اختفى منه تيمي، وقفوا بنفس الوقت وبدأوا يدورون عن تيمي. فتطوع معهم حول 300 شخص من المواطنين عشان يدورون معهم. فدوروا للطفل يا اخوان في مكان الاحتفال، ودوروا في المنطقة هذه كاملة اللي صار فيها الاحتفال فما لقوه. فقاموا يدوروا عليه في الغابات اللي حول المنطقة هذه، برضو ما لقوه. بعدها قاموا يمشطون المنطقة كاملة بغاباتها بهليكوبتر، بس للأسف ما لقوا له أثر. بعدها حطوا اسم تيمي في لائحة المفقودين، وحطوا اسمه وطوله وشكله، يعني أوصافه كاملة. في الليلة اللي اختفى فيها تيمي يا اخوان كان لابس قميص أحمر وشورت للركبة وحذيان على شكل سلاحف النينجا. بعدها يا اخوان حطوا اسمه وصورته في علب الحليب والإعلانات لفترة طويلة.